صباح على سبيل كل حاجه من حلقات اكايبو عادي. لا مفيش صباح وتحدي للاسف. المهم قبل ما نبدا الفيديو عندي لكم خبر جامد جدا. الحمد لله انا اشتريت مايك جديد ومن جيبي والله. لا يعني محدش بعت لي فلوس على بيبال ولا اي حاجه، فلو كان في حد عايز يبعت فلوس يعني فيبعت عادي، مفيش اي مشكله، بقبل الفلوس برضه عادي. عاوز اختني. ودلوقتي احنا الحمد لله ممكن نغير التارجت اللي احنا حاطينه تحت، فمثلا ممكن نعمل ان احنا نشتري كاميرا جديده. وانا عامل زي بتوع لايفات التيك توك كده ليه. المهم قبل ما نبدا الفيديو، الناس اللي بتتفرج وما بتشتركش انا عندي اساميكم على فكره كاتبها، عشان اليوتيوب بيقول لي في 92% مش مشتركين في القناه. فيعني انا مش عارف، طب ما تشتركوا يا جدعان. يعني انت بتخش تتفرج وتطلع، طب ما تنزل يا عم تدوس سبسكرايب تحت يا عم، مش هياخد في ايدك 3 ثواني. المهم يعني يا جدعان انزلوا اشتركوا وفعلوا زر التنبيهات والحاجات الحلوه دي كلها. وخلينا نبدا في الفيديو، عشان الفيديو بتاع النهارده فيديو دسم جدا. وقفنا الفيديو اللي فات بعد انتهاء عصر الاضمحلال الاول وبداية تولي الأسرة ال11 لحكم مصر، لكن الموضوع ما جاش بسهولة قوي كده، فخلينا نبدأ نحكي القصة من أولها. عشان تفهم اللي أدى لانتهاء عصر الدولة القديمة وإعلان الدولة المتوسطة لازم نرجع لورا شوية. هنرجع للأسرة الثامنة واللي كانت عاصمتها هي مدينة منف. في الوقت دوت زي ما قلت لك الدنيا كانت بايظة في مصر، والحكم كان مترنح جدا، ودوت بسبب ان حكام الأقاليم بقى ليهم قوة كبيرة وبقوا شبه منفصلين بالمنطقة بتاعتهم. في نفس الوقت دوت ظهر بيت في مدينة أهانسيا كان شايف انه احق بالملك من الأسرة الثامنة، وبدأ يحصل نزاع بين ملوك أهانسيا واخر ملك للأسرة الثامنة في مدينة منف. لكن انتهى الخلاف بإعلان قيام الأسرة التاسعة، وتقريبا فضل الوضع زي ما هو في مصر وحكام الأقاليم زي ما هم. وكان حكام الأسرة التاسعة بيتقربوا من حكام الأقاليم الأقوياء وبيستعينوا بيهم، ومش معروف كتير عن الأسرة دي، لكن اللي معروف إنها كانت أسرة ظالمة جدا قابل منها الشعب بكل أنواع العذاب. وفضل الوضع بالتسلسل الطبيعي، كل شوية ملك يموت ويجي مكانه ملك أضعف منه، لحد ما وقعت الأسرة التاسعة وبدأ يظهر الأسرة العشرة، واللي مع بدايتها بدأ يظهر بصيص أمل إن مصر ترجع تاني من حقبة الظلام اللي كنا فيها، وبتبدأ فترة استيقاظ مرة تانية. مع بداية ظهور الأسرة العشرة في مدينة أهانسيا بدأ يظهر في نفس الوقت بيت تاني في مدينة طيبة كانوا شايفين نفسهم أحق من الملك من الأسرة الحالية، وبالفعل أعلنوا عدم طاعتهم للملك الحالي وانفصالهم عنه، وأخذوا مدة كبيرة جدا لحد ما قدروا يوصلوا للحكم ويوحدوا مصر كلها بدون أي نزاع على إيد الملك منتحتب الثاني. منتحتب الثاني يعتبر أول ملوك الأسرة ال11، لكنه ما مسكش الملك على طول كده بنفسه، بل كان في تمهيد من البيت اللي هو طلع فيه، من أول المؤسس بتاع البيت ده واللي اسمه إنيوتف، وفضل يورث القضية ديت لولاده زي إنيوتف الثاني وبعدها منتحتب الأول، لحد ما جه منتحتب الثاني واللي هو يعتبر أقوى وأهم ملك في البيت دوت، لأن على أيام أجداده أقصى حاجة وصلوا ليها إنهم قدروا يمسكوا جنوب مصر. لكن منتحتب الثاني هو اللي اندفع ناحية الشمال لحد ما قدر يسقط أهانسيا في العام التاسع من الحكم بتاعه، وكان هو أول ملك فعلي من مدينة طيبة يحكم مصر كلها تحت الراية بتاعته. وعشان كده أغلب المؤرخين بيعتبروا الأسرة ال11 بدأت من الوقت ده، لكن في الحقيقة الأسرة ال11 بدأت من أول إنيوتف من أكتر من 82 سنة قبل ما منتحتب الثاني يمسك الحكم أصلا. أول ما منتحتب الثاني مسك حكم مصر كلها بدأ يشيل كل المسببات اللي أدت لانهيار الدولة القديمة، وبدأ مباشرة بأنه يسحب السلطة من حكام الأقاليم ويجردهم من الحكم بتاعهم، وبدأ هو شكل مناصب جديدة بنفسه في الدولة بتاعته ويعين فيها ناس تحت إشرافه الشخصي عشان يحافظ على سلامة البلاد تحت الحكم بتاعه. وبدأ بعدها يبني المعبد الجنائزي واللي يعتبر واحد من أهم المعابد اللي اتبنت في مصر كلها. وانتهى حكم الملك منتحتب الثاني واتدفن في القبر الملكي في الجزء الخلفي من المعبد بتاعه، وخلفه على الحكم في مصر ابنه الملك منتحتب الثالث، وجي بعده ابنه اللي اسمه سنوسرت وقعد يحكم لمدة 5 سنين. وبدأ الحكم يضطرب في مصر في الوقت ده لحد ما جه آخر ملوك الأسرة ال11 اللي هو منتحتب الرابع. منتحتب الرابع ما طولش كتير في الحكم، يا دوب قعد لمدة 2 سنين، لكن في السنتين دول كان في أحداث كتير عملها، ومنهم إنه عين وزير اسمه أمنمحات وبعته معاه عشرات الآلاف من الجنود للشمال عشان يجيبوا حجارة للمعابد اللي المفروض تتبني في طيبة. ودي كانت آخر حاجة نعرفها عن الأسرة ال11 عشان بيتغير الموقف بسرعة جدا، وبنبدأ نشوف أحداث كتيرة أهمها الاستيلاء على العرش وتأسيس أسرة جديدة، وبتنتقل العاصمة من الجنوب في طيبة إلى الشمال. والشخص اللي عمل الانقلاب في الوقت دوت هو الوزير اللي عينه منتحتب الرابع واللي هو أمنمحات. وبيترجح إن عدد الجنود الكبير اللي أمنمحات أخده معاه ما كانش عشان يجيب أحجار،
لكن أخذ عدد كبير جدا من الجنود عشان يعلن الملك لنفسه وينهي عصر عدم الاستقرار اللي استمر لمدة 7 سنوات بعد وفاة منتحتب الثالث. بدأت الأسرة ال 12 على إيد الملك أمنمحات الأول، وقدر يسيطر على الحكم بشكل قوي ويخضع حكام الأقاليم ليه، واللي منهم ما كانش بيوافق على شروطه كان بيعزله من منصبه ويعين مكان واحد هو بيثق فيه. وبسبب كفاءته وجرأته قدر يرجع الأمان للبلاد تاني، فنقل العاصمة للشمال وبدأ يهتم بتوسيع نفوذه في الحكم من كل الجوانب بتاعة مصر. وكمان اهتم بطيبة المدينة اللي هو كبر فيها وساعدته عشان يمسك الحكم، واهتم كمان بأماكن كتيرة جدا في مصر، وكان مسهل التجارة بين الأقاليم وبعضها. وحتى حكام الأقاليم كانوا مبسوطين في الفترة دي لأنه خلالهم الثروات بتاعتهم في مناطقهم. ولكن بالرغم من كل الرفاهية والقوة اللي وصلها أمنمحات في الحكم، إلا إنه كان بيعمل أي حاجة عشان يسيطر عليها، فممكن كان يقتل ناس مقربين ليه وينحي ناس كتير من الحكم بتاعهم لو شك الوهلة إن هم ممكن يسببوا أي خطر ليه. وفضلت مصر في عصر من الرفاهية طول الحكم بتاعه. وأول ما تم 20 سنة في الحكم بدأ يحس إنه كبر في السن شوية، لأن طول فترة الشباب بتاعته كان مقضيها كوزير ومسك الحكم وهو في سن كبير، فكان خايف على مصير الاستقرار للدولة وإنه بعد ما يموت كل الطماعين هيسيطروا على حكم مصر. فده خلاه يعين ابنه الملك سنوسرت شريك ليه في الحكم، لكن النفوذ الأكبر في الحكم هيفضل ليه. وكان بيبعت ابنه في حملات حربية عشان يتعرف على حدود البلاد مش أكتر. وفضل أمنمحات في الحكم أكتر من 30 سنة، وبعد كل فترة المعيشة ديت ما ماتش في هدوء، بل تم اغتياله وهو في القصر بتاعه. وخلف أمنمحات في الحكم ابنه سنوسرت، وجي بعده أمنمحات التاني، وبعده مسك سنوسرت التاني والتالت. وبتقرب الأسرة تنتهي بعد موت الملك أمنمحات التالت اللي مسك بعدهم، وتولد بنته حكم مصر بعده، واللي ما قدرتش تمسك الحكم أكتر من 3 سنين وشوية، وتم اغتيالها. وبكده انتهت الأسرة ال 12 ودخلت مصر في عصر الفترة التانية مع بداية إعلان قيام الأسرة ال 13. علماء التاريخ ما قدروش يفسروا اللي حصل عشان تنتهي الأسرة ال 12. فأول ملوك الأسرة ديت كان من أقوى الملوك اللي عدوا على مصر في التاريخ كله، لكن الموضوع بدأ في الانهيار بسرعة جدا واتفككت الأسرة وتم إعلان الأسرة ال 13. وفي الحقيقة العلماء ما عرفوش يفسروا الموضوع بسهولة، لأن اللي حصل إن بقى فيه ملوك كتيرة جدا في نفس الوقت، وكل بيت كان شايف نفسه أحسن من التاني وأحق من الملك ليه، والبيت هنا معناه أسرة كبيرة، وكان أي حد شايف نفسه يستاهل الحكم بيعين نفسه ملك. وانتشر الموضوع ده بشكل كبير جدا وظهر منهم كتير، وأقوى أسرة فيهم هي بقت الأسرة ال 13. وتقريبا في نفس الوقت برضه ظهرت الأسرة ال 14، لكنها استمرت شوية وقت عن الأسرة ال 13 لأنها كانت في مكان بعيد شوية عن الخطر اللي وصل لمصر وسيطر على جزء كبير جدا منها. جه العدو اللي يعتبر أخطر عدو وجه على مصر كلها، واللي المؤرخين اهتموا بالفترة ديت خصوصا عن أي فترة تانية في التاريخ، لأن مصر تعرضت لغزو شعب أجنبي أطلق عليهم الناس اسم الهكسوس. الهكسوس هم ناس من جنسيات مختلفة جم من شرق آسيا تحديدا ودخلوا مصر عن طريق فلسطين. وفي الوقت دوت مصر كانت من أقوى الدول قبل ما تبدأ تضعف داخليا مع بداية الأسرة ال 13. لكن برضه نفوذ مصر في البلاد اللي بره كانت قوية جدا، ولكن مصر ما لحقتش تقاوم نفسها خارجيا بسبب ان شعب بلاد الرافدين بدأوا يحرروا نفسهم، وبدأت مصر تتراجع عن آسيا. وبسبب عدم الاستقرار اللي حصل بدأت شعوب كتيرة جدا تهاجر في العالم وتيجي ناحيتنا من عند شرق آسيا، ودوت يعتبر أول بداية ظهور للهكسوس في مصر. بدأ الهكسوس في حكم مصر مع بداية إعلانهم تأسيس الأسرة ال 15، وكان مركز حكمهم في الدلتا، ولكن نفوذهم امتد مع الزمن وسيطروا على الدلتا بأكملها وعلى الصعيد كله. وبالرغم من ان احنا مش عارفين الإدارة كانت ماشية ازاي في الوقت ده، إلا ان من المتوقع ان الأمراء المصريين كانوا بيدفعوا الجزية للهكسوس، ولو كان في أمراء مستقلين فمحدش كان يقدر يعلن نفسه على انه الفرعون للبلد الجديد. ومرت أيام الأسرة ال 15 وال 16 بدون أي مقاومة من المصريين للهكسوس. ولكن في الأيام الأخيرة بدأ بعض أمراء الصعيد يحسوا بقوتهم، وكان أكترهم قوة هم أمراء طيبة اللي بدأوا يتحالفوا مع جيرانهم حوالين المنطقة، ولكن برضه فضلوا يدفعوا الجزية للهكسوس وفضلوا تحت طاعتهم لحد ما جه اليوم اللي أحس فيه الملوك إنهم بقوا أقوياء،
فبدأوا يعلنوا نفسهم ملوك منفصلين للأقاليم بتاعتهم، وبدأوا يخلدوا أسمائهم وسط ملوك الأسرة ال17. ومش معروف اللي حصل في الأوقات ديت بالتفصيل قوي، لكن غالبا أمراء طيبة بدأوا يمتنعوا عن الجزية، والهكسوس بدأ يحس إن في خطر إنه يسيبهم لوحدهم، فبدأ الاحتكاك بين الطرفين في الوقت ده. كان ملك طيبة في الوقت دوت هو سقن الرع، وكان معترف بسيادة الهكسوس على مصر، فملك الهكسوس بعت رسول ليه، والملك استقبله بكل ترحيب. الرسول قال له ملك الهكسوس بيقولك إن أفراس النهر اللي في طيبة بتقلق نوم الملك، فلازم توقف الصيد ليها وتسكتها وتهجر الافراس من المكان ده، وكمان هتبدا تعبد الاله اللي احنا بنعبده. وغالبا كان حوار افراس النهر ده بسبب ان الاله اللي كانوا بيعبدوه كان قريب في الشكل من فرس النهر، فكان هدفهم ان هم يوقفوا قتله. والبرديه اللي نقلت لنا الاحداث ديت مش مكمله بقيه احداث القصه، لكن بنعتبرها ان هي الفصل الاول من الحكايه، وانها اول شراره للحرب بين الهكسوس وحكام طيبه. والفصل الثاني من القصه بنلاقيه لما نبدا نفحص جثه الملك سقن الرع، فبنكتشف انه مات بسبب جراح كتيرة في صدره وضربة فاس في راسه، وده اللي بيخلينا نرجح انه مات في الحرب وهو بيقاتل الهكسوس، وخط بدمه اول خطوة في مسيرة طرد الهكسوس من البلاد. اما الفصل الثالث من القصة بنلاقيه يوصل لنا عن طريق قطعة املا كان بيمليها مدرس لطالب من قديم الزمن، والراجح ان القطعة ديت كانت مكتوبة في لوح من الحجر الجيري في عهد الملك كامس، واللي هو يعتبر تاني ملك في مقاومة الهكسوس بعد سقن الرع. وبيتقال في النص ان الملك جمع حاشيته حواليه وقال لهم ان في واحد بينازعه في ملكه في الشمال وهو لازم ينتقم منه وينفرد بحكم مصر كلها لوحده، لكن ردهم عليه كان ان احنا هنا بسلام ومحدش فيهم بيقدر يعدي على المنطقة بتاعتنا، ولا حد بيقدر يتعدى على الغنم بتاعنا ولا على فلوسنا، فملهاش لازمة اننا نهاجمهم. لكن الملك غضب عليهم جدا وقال لهم انه هيروح على الشمال عشان يجيب النصر للبلاد، وان العالم كله هيهتف ليه ويقولوا ان كامس هو حامي مصر. ودي كانت اخر حاجة نعرفها عن الموضوع ده، لحد ما ظهرت لنا لوحة جديدة تم اكتشافها بتكمل الحجر المفقود في القصة، وبدأ يعد الانتصارات اللي كامس حققها على الهكسوس وعلى الملوك بتاعتهم، وفرح اهل طيبة كلهم بالانتصارات اللي اتحققت، وانه قدر يوصل لبعض المدن في الشمال. وللاسف ما نعرفش ازاي انتهت ايام البطل الثاني من ابطال الجهاد، ولكن اللي احنا بنشوفه اننا قدام البطل الثالث، وهو الملك أحمس اللي استلم الراية من أخوه وكمل مسيرته وأعلنها حرب بدون أي تهاون، لحد ما قدر يتم الانتصار ويجلي العدو من مصر كلها، وقدر ينتصر وينهي عهد الظلام اللي حل على البلاد، وبيعلن بداية حقبة جديدة في التاريخ مع بداية إعلانه عن الأسرة ال18 اللي هو المؤسس ليها، وبتدخل مصر في عصر جديد من الرفاهية والاستقرار مع بداية إعلان قيام الدولة الحديثة. وده اللي احنا إن شاء الله هنبدأ نعرفه في الفيديو الجاي. فلو عجبك الفيديو ما تنساش لايك وشير وتصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، وانزل تحت فعلنا زرار التنبيهات عشان يوصلك الاجزاء الجديده اول ما تنزل على طول ان شاء الله. وانا بفكر ابدا انزل سلاسل تانية غير السلسله ديت، فلو عندك اي افكار معينه او اي حاجه عايزها انزل اكتب لنا تحت في الكومنتات على طول، وان شاء الله الفكره لو كانت حلوه هتتعمل على طول باذن الله. وبرضه احب اقول لك ان افضل الكومنتات اللي بتجيلنا على الفيديو هنبدا نعرضها في اخر الفيديو الجاي، فانزل اكتب لنا كومنت وقول لنا في رايك وقول لنا ايه المعلومات الجديده اللي احنا ضفناها لك. وبس كده، ما تنساش تصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، واشوفك الفيديو الجاي. سلام. باي باي.